اتفرج بقى على الكابتن احمد عيد عبد الملك لما يجي يلاعب الاهلي، هتلاقيه بيتنطط على الخط وبيتشقلب ومكسر الدنيا وعامل قدام الاهلي ماتش عالمي. عشان كده بنقول للاعيبه الاهلي خلي عندكم دم والتزموا، عشان اللي مش هيلتزم احنا بنقول اهو كجمهور النادي الاهلي اي لعيب جوه النادي الاهلي مش هتلتزم هيطلع عين اهلك. اديك شايف النهارده الكابتن احمد عيد عبد الملك خسران 4 وخارج ولا كأن اي حاجه والموضوع سهل وبسيط. يجي قدام الاهلي بقى هتلاقيه مكسر الدنيا، وهتلاقي بره جوارديولا على الخط. عشان كده بنقول للناس في النادي الاهلي اي لعيب متخاذل ريحه، الكيان اكبر من اي حد، سواء كان امام عاشور، كهربا، اي حد جوه النادي الاهلي، لو حتى محمود الخطيب التيشيرت دوت ليه اسمه. لازم لما تبقى بتلعب جوه النادي الاهلي تبقى عارف ان انت بتلعب جوه كيان كبير قوي، تخليش شيطانك يوزك وتفكر ان انت اكبر من النادي الاهلي. بدايه هي الاسوأ للنادي الاهلي. انا ما شفتش لعيبه النادي الاهلي بتبتدي موسم بالطريقه دي. امبارح كان في كارثه في الملعب، امبارح ولا كان في فرقه ولا حتى في مدرب ولا في اي حاجه، حصل تفكيك جوه الفرقه بسبب امام عاشور وبسبب محمد الشناوي، وانا ماليش دعوه. انا راجل كمشجع للنادي الاهلي انا عايز انضباط فوق اي حد. يابا انت بتاخد ملايين، ما تجيش تقول لي خصمت من امام عاشور مليون جنيه. يعني ايه خصمت منه مليون جنيه؟ الراجل عقده مثلا 10 15 مليون، لما تخسر منه مليون جنيه ايه المشكله؟ ده تريحه كده وما تاخدوش معاك السفريه. يا ابني انت مين اصلا؟ وانت وجودك جوه النادي الاهلي كانت اكبر غلطه. يعني امام عاشور وجوده جوه النادي الاهلي كانت اكبر غلطه، سواء امام عاشور ولا كهربا. اصل شويه الدكن اللي بيتعملوا دول ما ياكلوش مع جمهور النادي الاهلي. ان انت تطلع وتمسك السور والكلام ده كله وتقعد تجني البيضه زعلان، الكلام ده ما يصرفش معايا. انا كجمهور النادي الاهلي ليا جوه الملعب، انت ما اتعلمتوش حاجه اصلا. يعني سواء انت او كهربا ما حدش فيكم اتعلم حاجه. رسالتنا للكابتن محمود الخطيب، احنا عندنا 2 لعيبه في الفرقه، امام عاشور وكهربا، كلنا عارفين وكل مصر عارفه ان دي لعيبه مستهتره ولعيبه مش قد التيشيرت اللي هي لابساه. لو في التزام يا باشا اقعد العب كمل في النادي الاهلي وامشي على سيستم النادي الاهلي، لان ده انت غصب عنك لازم تمشي عليه. لو انت شايف ان انت مش قد التيشيرت بتاع النادي الاهلي توكل على الله يا حبيبي. شوف يا حبيبي صالح جمعه فين دلوقتي، يعني سيبك من الكلام اللي انا بقوله وانت بقى ارجع تاني شوف صالح جمعه فين دلوقتي. شوف لعيبه اتقل منك مليون مره مكانهم فين دلوقتي، مش موجودين. لان اللي موجود جوه النادي الاهلي ده يعني حلم كبير لاي لعيب، فانت لازم تبقى مستوعب دي. وانت مش هتطلع برده وتضحك علينا في كلمتين، ماليش دعوه خالص بنادي الزمالك. ما تطلعش تقول لي اصل جوه نادي الزمالك وتعمل الكارثه وتطلع تعتذر بتويته وترمي الكلام على الزمالك. دي ماليش، دي مش قصتي. انا قصتي ان انت جوه النادي الاهلي عندك تمرين، بتروح بدري، بتشتغل على نفسك، بتاخد فلوس مقابل ان انت تبقى لعيب جوه كيان النادي الاهلي. فلازم تبقى محترم ولازم تحترم النادي الاهلي. لان انت لو انت مثلا مفكر نفسك هتعمل لي حركتين في الملعب، يا راجل ده انا قعدت ابو تريكه دكه. ما في ابو تريكه ده ما يقعدش لحد، ابو تريكه قعدته وخصمت منه وكان ليه موقف، ولا انت ولا 10 زيك مثلا هيوصلوا لحجم ابو تريكه. ابو تريكه كان في الملعب وكان بيدافع عن الناس، كلنا عارفين ايه اللي حصل معاهم، ولما ما رضيش يلعب النادي الاهلي عاقبه. شوف حسام حسن كان من اعظم اللعيبه اللي لعب الكوره في مصر وفي الوطن العربي كله، كان قاعد دكه والاهلي ومشام ما بيخش النادي الاهلي. فانت لازم تبقى مستوعب كده. معلش انا اسف يا جدعان، الواحد بس بيبقى محروق على تيشيرت النادي الاهلي، لان التيشيرت دوت اصلا الموضوع كبير قوي. انا شايف ان الموضوع كبير قوي والموضوع اكبر من امام عاشور وكهربا ومن الخطيب ومن اي حد. انا ما باخدش حاجه من النادي الاهلي، يعني احنا كجمهور النادي الاهلي احنا ما بناخدش حاجه منه، انتوا اللي بتستفيدوا. يبقى انت اللي لازم تشتغل وتنام بدري وتقوم بدري وتشتغل، مش ده اكل عيشك وبتاخد من وراه فلوس وبتعمل اعلانات وبتركب عربيات وبتروح احسن اماكن في العالم. يبقى تحترم الكيان اللي انت بتلعب فيه. انت يا حبيبي بتلعب في النادي الاهلي، لازم تبقى مستوعب كده. وبقول لك على حاجه من الاخر، لو انت شايفها ان احنا مثلا ما بنحبكش يا عم اعتبرها زي ما تعتبرها. انت راجل دلوقتي شغال جوه النادي الاهلي، تحترم الكيان ده. اصلا انت مش مهضوم. انا واحد من الناس كنت ضد فكره ان الاهلي يتعاقد معاك اصلا، لان انت وجودك جوه النادي الاهلي اكبر غلطه. بقول يا رب النادي الاهلي ما يدفعش ثمنها، لان انت لعيب مش قد المسؤوليه. كل يوم عايز لي تروح مشوار، عايز يا عم ده النادي الاهلي، ده موضوع كبير قوي لازم تبقى مستوعبه.